ماتش الاهلي والزمالك يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. التذاكر بتاعته نزلت، رغم ان التذاكر نزلت الا ان كل صفحات نادي الزمالك حتى المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال لك ايه؟ احنا مقاطعين، يعني مش هندخل ولا هنشتري تذاكر ولا هنروح الماتش، علشان خاطر تأييدا لقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك ان احنا مش هنلعب الماتش من اساسه بناء على البيان اللي نزل. فنفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان الزمالك مصر ان هو ينسحب من الماتش ده. في الاول وفي الاخر شكرا وميرسي جدا على الثلاثة بونت اللي هناخدهم، ويعتبروا 3 نقط سهلين للاهلي. بس هو ليه نادي الزمالك من اساسه مش هيلعب الماتش ده؟ مش هيلعب الماتش ده احتجاجا على ان الاهلي هيلعب معاه في الدور الثاني وهو لسه ما خلصش ماتشاته في الدور الاول، مع ان الفرق ما بين الاهلي والزمالك في الماتشات المؤجله هما ماتشين ما فيش غيرهم. بس بيقول لك لحد دلوقتي هو ليه الاهلي ما لعبش ماتش بيراميدز؟ احنا عايزينكم تلعبوا ماتش بيراميدز، ملناش دعوه، احنا عايزينكم تلعبوا ماتش بيراميدز. لا، ده الاتحاد مظبطها ومدي للاهلي ماتشات سهله عشان يلعبها ويجمع نقط، وماتش بيراميدز يعتبر هو اصعبهم، علشان كده مأجلينه للنادي الاهلي ومش عايزينه يلعب دلوقتي. ثانيه واحده بس معلش، هو مين قال لحضرتك ان الماتش المتأجل بتاع بيراميدز ده علشان خاطر الاهلي مش عشان خاطر بيراميدز؟ يا فندم حضرتك فاهم غلط. لو بيراميدز لاعب الاهلي والاهلي كسبه، ده هيوقف سيل الانتصارات بتاع بيراميدز، ده اولا. ثانيا، ده هيأثر بالسلب على نادي بيراميدز ان هو اتغلب وان هو وقف سلسلة الانتصارات، فممكن يلعب الماتش اللي بعد كده ويبتدي يتعادل او يخسر. فكده ايه؟ غلط على بيراميدز حضرتك، مش غلط على الاهلي، وخصوصا ان هو لحد دلوقتي متصدر الدوري وكمان ند بالند للنادي الاهلي، فمش هيقدر ولا يخسر ولا يتعادل ماتش. وبعدين هو كان بيراميدز اشتكى لك من حاجه؟ ده هو مبسوط من كده على فكره، لو ما كانش هو نفسه مبسوط كان اشتكى. واظن العلاقه واضحه جدا ما بين الاهلي وبيراميدز في موضوع الشحات والشيبي، فحضرتك مدخل نفسك في حوار اصلا حضرتك مش طرف فيه، وانه لو حتى لو احنا لعبنا الماتشين دول مش هيأثر بحاجه على نادي الزمالك، لان هو ترتيبه في الدوري دلوقتي ال11، يعني هو بعيد جدا، الموضوع مش هيأثر عليه ولا من قريب ولا من بعيد. يعني مفيش منافسة ما بيننا وما بين الزمالك في صدارة على الدوري، المنافسة ما بيننا وما بين بيراميدز على صدارة الدوري، وهو ما اشتكاش، ففين المشكلة؟ وبعدين حضرتك كنادي زمالك لو انسحبت من الماتش ده وما لعبتوش، حضرتك ما فكرتش في العواقب اللي هتيجي عليك كنادي بعد كده؟ عارف ايه هي العواقب؟ اول حاجة هتخسر ال3 نقط وانت اصلا مش ناقص. ثانيا بقى ممكن الرابطة تنزل عليك عقوبة مالية وانت برضو مش ناقص، ده انت اللي فيك مكفيك. على فكرة رابطة الأندية نزلت النهاردة عقوبة لنادي الزمالك، أولا 50,000 جنيه بسبب سباب الجماهير في ماتش المصري، ثانيا 25,000 جنيه بسبب الاعتراض الجماعي من النادي، يعني من اللعيبة على التحكيم، ثالثا بقى هيتحقق في الواقع بتاعة جوميز والحكم الرابع لانه تطاول عليه وزقه، وانت كنادي الزمالك مش ناقص اصلا عقوبات، والقيد موقوف وحاجة صعبة جدا علشان مشكلة خالد بوطيب، وليك فلوس بره واللعيبة مش عارفة تاخد مستحقاتها، ولاعيبة مشيت برضه ما خدتش مستحقاتها، وقضايا مرفوعة عليك وانت ماليا وحش جدا، فانت مش ناقص اصلا. ليه انت تدخل في حاجات ومتاهات بس علشان تخلي شكلك كويس قدام الجمهور، وبتعلق ان انت خسرت في ماتش المصري على حاجات تانية؟ كنادي عايز ترضي الجماهير بأي طريقة، بس ده هيجي بالسلب على النادي نفسه، وده قرار مش صح اطلاقا، لان عيوبه والعواقب بتاعته اكتر من مميزاته بكتير جدا. فمش من الحكمة ان الزمالك ينسحب من الماتش ده. بس ايه بقى اللي هيحصل يوم الثلاث الجاي؟ وهل هنشوف المنظر ده تاني، منظر انسحاب الزمالك زي اللي حصل قبل كده في الملعب؟ هنشوف يوم الثلاث. وده اخر الكلام، سلام.